مين قال إن الحاجات دي ممنوعة في الفصل؟ في 5 حاجات بنقول عليها لأ، وهي في الحقيقة مش لأ. أول حاجة ما تتحركش، طول الوقت بنقول للطفل ما تتحركش، ولكن إحنا لو فهمنا إن الحقيقة إن الحركة طبيعية جدًا للأطفال في السن الصغير، وكمان بتساعدهم يركزوا لإن هي بتخرج الطاقة اللي عندهم. تاني حاجة ما تغلطش، ليه دايمًا بنقول له ما تغلطش؟ لإنه إحنا مش فاهمين إن الحقيقة الغلط جزء أساسي من إنه يتعلم، والطفل لازم يتعلم من أخطائه، ما فيش طفل ما بيغلطش. تالت حاجة ما تسألش كتير، الحقيقة إن الأسئلة دليل على الفضول والتفكير، وده جزء طبيعي من سن الطفل وعمره وشخصيته، بل بالعكس هو بيساعدك كمان إن هو يتعلم بشكل أسرع. رابع حاجة ما تتكلمش خالص، لا في أنشطة جماعية ولا في حوار ولا في مناقشة ولا إني أخد برأيه ولا إني أديله شخصيته، ده بيدي معايا نتيجة عكسية. خامس حاجة خلص بسرعة، الحقيقة إن كل طفل ليه سرعته في التعلم، إن الاستعجال بيقلل من جودة التعليم. ولو أنت محتاجة تفهمي أكتر إزاي تتعاملي في الكلاس، إزاي تفهمي طبيعة الأطفال اللي معاكي، اكتبي كلمة معلمة في الكومنت وهيتم الرد عليكي. باي.